السلام عليكم ورحمة الله، متابعين الغاليين، اهلا وسهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. روتين النهاردة بقى قلت اقوم كده اعمل معاكم الغدا، ونشوف كده لو في ورانا حاجة عايزة تتعمل نخلصها على طول مع بعض. ان شاء الله يبقى روتين سهل وبسيط. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله او روتين جديد. واللايك والكومنت. ويلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ بقى ما تنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما انتوا بقى عارفين ان انا كنت ماشية وسايبة الشقة نظيفة ومترتبة وكل حاجة، هو المطبخ بس عشان رجعت يعني بقالي يومين وكده، كنت بعمل اكل يعني اتبهدل شوية. فبالليل غسلت المواعين وقلت الصبح بقى اقوم كده اعمل معاكم البوتاجاز ونعمل الاكل مع بعض. قمت اول حاجة عملتها غسلت البوتاجاز يعني كده عشان اعمل الاكل على نظافة. بس قمت الاول الصبح فطرنا كده ونزلت جبت طلبات. انا النهارده هعمل الغدا لوبيا ورز وفراخ. ونزلت جبت ملوخيه، قلت اعمل ملوخيه برضو جنب الاكل وكده. جبتها خضرة. طالما بصراحة يعني الملوخية بتبقى حلوة في السوق فبجيبها خضرة، بتبقى أحسن كتير من الملوخية الأكياس. بصراحة مش بفضلها خالص، يعني مثلا لو في الشتاء والملوخية مش حلوة في السوق فبضطر ان انا اجيبها، لكن لو الملوخية حلوة فبجيبها كده واعملها خضرة. بصراحة بتبقى تحفة جدا. وكنت الصبح مطلعة بقى كان عندي 3 وراك في الفريزر، يعني كنت منضفاهم ونقعاهم في دقيق وملح وليمون وشايلهم يعني نضاف. فطلعتهم الصبح يفكوا، وكنت حطيت المية على النار غليت، وبعد كده رحت نازلة فيها بالفراخ يعني. وبعد قبل ما احط التوابل والبصل فبشيل الريم اللي هو على الوش ده، وبعد كده بقى احط التوابل بتاعتي والبصل على نظافة يعني، عشان ما اتاكدش ان يبقى فيها اي حاجه يعني مش لطيفه وكده. وبس. وكنت بقى اللوبيا غليتها في ميه يا دوب غلوه واحده بس، يعني هي غليت قلبت كده، وبعد كده رحت قافله عليها. مش بسلقها بقى ولا الكلام ده كله، لان هي ما بتستحملش خالص، عشان هي اللي هي مش لوبيا بلدي يعني وكده، هي مستورده فما بتاخدش سوا يعني نهائي. بحب بقى اسويها بقى التسويه بتاعتها في الصلصه، بتبقى حلوه قوي. هنا اول حاجه خالص ببدا بيها هي مثلا لو فراخ او لحمه بخليها هي تستوي الاول عشان من اخد الشوربه بتاعتها واعمل بقيه الاكل. بس وهي كده غليت معايا، وبعد كده هغطيها بقى وهنقلها على العين التانية. وهنا كنت مقشرة البصل بتاع الفراخ والبصل برضو بتاع اللوبيا. قلت اعمل يعني اضرب البصل في الكبة وادبله كده واحط عليه الصلصة لحد ما الفراخ تكون استوت عشان اخد الشوربة واعمل اللوبيا. وانا الصبح رحت برضو ما جبت الملوخية قطفتها وغسلتها كويس جدا. اهم حاجة يا جماعة تغسلوها كويس عشان الطينة، يعني بفضل اغسل فيها كذا مرة يعني عشان اتأكد ان ما بقاش فيها طينة او تراب او حاجة. وبعد كده سبتها في المصفى صفت ميتها، وبعد كده رحت فرداها بقى على الصينية عشان تنشف يعني كويس. بصراحة يعني انا كنت محتارة قوي في الاكل ده، يعني بقالي كتير ان انا ما طبختش وكده، كان كله بقى النواشف والحاجات دي، فقلت اعمل لوبيا. وكنت برضو لسه عاملة الكوسة، وكنت عاملة البامية من قريب، فكان بقالي كتير جدا ما عملتش ولا لوبيا ولا فاصوليا اللي هي الحاجات الناشفة دي. فقلت بقى بصراحة اعمل كده لوبيا على طول كانت عندي، فهي الملوخية بس اللي جبتها. وهنا عملت بقى اللوبيا، حطيت معلقة سمنة كده على برضو حبة زيت. بحب قوي اطبخ احط حبة زيت على حتة سمنة بس. وهنا بقى كنت فرمت البصل بتاعي ونزلت بيه يدبل، يعني هسيبه هو شوية كده لحد ما يصفر، وبعد كده راح عاملة التوم اهرسه في الهراسة اللي هي بتاعت التوم دي. وبرضو كنت الصبح يعني قشرت كام فص توم برضو كده لللوبيا وللملوخية. بجد انا بنسى جدا ان انا يعني اقشر توم، لان انا من ساعه ما اتجوزت ما كنتش بعمل خالص التوم الفريش ده، كنت اول ما بيطلع بروح جايباه
وفرماه يعني وشايلاه في الفريزر، ما كنتش بقى ايه يعني بشيل هم بصراحه. بس انا السنه دي ملحقتش التوم هو اخضر يعني وكده، فجبته هو ناشف، فما ينفعش بقى ان انا افرمه، فبقيت اخد منه كده على طول واعمله. هو بصراحة الطريقة دي يعني اللي هو الفريش وكده بيبقى افيد من اللي هو بيتشال في الفريزر، بس بصراحة اللي بيتشال في الفريزر بيبقى راحة يعني، ما بتشيليش اهم حاجة. وبس. وهنا بقى بعد ما البصلة اصفرت نزلت عليها بالثوم، وبعد كده دبلوا خالص بقى. بعد كده رحت نازله عليهم بالطماطم. انا مش بطلع يعني، طلعت الكيس من شويه بتاع الطماطم وحطيته وغطي الحله، هيسيح على طول مش بياخد وقت خالص. برضو يعني هنقله على العين التانية. وهنا بقى هنعمل الرز على طول. هعمل رز بشعرية. بجد أكلة سهلة وسريعة خالص، ما بتاخدش وقت خالص. على طول كده يعني، بحب أعمل الحاجة كلها في وقت واحد. يعني ما بستناش، بيبقى العين كلها شغالة فبخلص على طول وبنجز على طول يعني. هي يعني الفراخ بس تستوي على طول، حتى ما استنيتش ما الفراخ استوت، فقلت اجهز كده بقية الحاجة لحد يعني ما الفراخ تستوي عشان اخد الشوربة بتاعتها واطبخ بيها وكده. وهنا بقى غسلت برضو الرز وخليته يتصفى لحد ما اعمل الشعرية. احمر الشعرية وبعد كده بقى هنزل عليها بالرز. وطول ما انا بعمل الاكل يعني، وطول ما انا واقفه في المطبخ ما بخليش المواعين بقى تتكوم وكده. لا، بغسل على طول اول باول الحاجه يعني اللي بتبقى مش نظيفه، عشان ما احسش يعني ان انا كومت مواعين وخلاص على الفاضي. وبيبقى كفايه يعني ايه اللي هي المواعين اللي بعد الغدا بقى، ولو هفضي حلال او حاجه فكفايه المواعين دي، مش هيبقى مواعين وانا بعمل، وكمان المواعين اللي هي بعد الاكل، فعشان اخفف عن نفسي يعني وميبقاش عندي مواعين كتير. في ناس بتحب تعمل الرز بالشوربه، بس انا ما بحبش خالص اعمله بالشوربه. بحس ان هو تقيل يعني كده، مش رز، احس ان هو طبيخ. بصراحه ما بحبش خالص ان انا اعمله بالشوربه. بعمله بالميه بيبقى حلو وخفيف وكده يعني، متعوده عليه كده، مش متعوده عليه ان هو بالشوربه خالص. عشان في ناس يعني بتقول انت ليه ما بتعمليش الرز بالشوربه، لا بحبه كده احسن، بقى اخف بصراحه. هنا بقى قلت احط حبه غسيل كده في الغساله. لحد ما اعمل الاكل ونتغدى وكده اطلع انشرهم على طول. يبقى خلصت من الغسيل واتغسل على طول. يعني وما حسيتش بيه يعني، اتغسل وانا بعمل الاكل. بصوا هنا بقى الفراخ كانت خلاص استوت. هصفي بقى الشوربه على الصلصه بتاعه اللوبيا اللي انا هحط فيها اللوبيا. وبصراحه مش بحب برضه يعني، مش بكتفي يعني بالشوربه بتاعه الفراخ وكده. بروح احط عليها مكعب مرقه دجاج، بحيث ان هو بيسكر الاكل وبيخليه ليه طعم كده برضه، بيبقى حلو قوي. انا بستعمل مرقه الدجاج بطريقه يعني فظيعه، بحبها في الاكل، بحس ان هي بتدي الاكل طعم. واعملوا اللوبيا بقى بالطريقه اللي انا قلتلكوا عليها دي، بجد بتاخد من طعم الصلصه كده، ومش بتتهري بقى ولا بتبقى ماسكه نفسها لحد ما بتستوي في الصلصه خالص، ما تلاقيش اهترت خالص، وبتبقى حلوه يعني. انا جربت الطريقتين بصراحه، الطريقه دي يعني احسن بكتير. هنا برضو لقيت كده حبه مواعين، قلت اغسلهم. الصينيه اللي انا خلطت عليها الملوخيه، ودول برضو جزء يعني من المواعين اللي انا غسلت برضو معاكم مواعين، وانتم ما كنتش يعني ما كنتش صورتها، فكانت كل ما حاجه تفضى فاغسلها على طول. هنا بقى روقت الرخامه بتاعتي، ودي المواعين اللي ايه يعني اللي انا هغسلها دلوقتي. بس وكده الرز على النار يعني اتشرب ووطيت عليه، والفراخ استوت واللوبيا برضو يعني بتستوي كده. مفضلش بس غير الملوخيه اللي انا هنعملها ايه يعني، بحب اعملها تبقى اخر حاجه عشان تبقى سخنه. ما بحبش ان انا اسخن الملوخيه كذا مره عشان لونها بيغمق، فاعملها سخنه في الاخر بتبقى حلوه بصراحه. بعملها قبل ما نيجي ناكل.
ب10 دقايق على طول، ما بتاخدش وقت يعني، هي على طول بتخلص يعني. هنا بصوا زي ما انتوا شايفين كده خلصت المواعين. وانتي لسه بقى بتتابعيني لحد دلوقتي، ما تنسيش بقى اللايك والكومنت، وشيروا بقى الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شيروا له اصحابكم وقرايبكم وكل حبايبكم عشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر. وبس، ودعوة حلوة بقى كده، ولكم المثل ان شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا كلنا بإذن الله. هنا هي الملوخية خرطتها، والثوم برضو كنت مقشراه زي ما قلتلكوا. ههرسه برضو كده بالهراسة. يعني انا كنت ممكن اعمله في الكبة، بس بصراحة الهراسة دي بحس ان هو بيتفرم اكتر، وكمان ايه يعني بينزل الزيوت اللي فيه وكده. فبحب الهراسة يعني، بتبقى حلوة قوي، والهراسة دي نوعها حلو جدا، ما بتصديش بقى ولا لونها بيغير ولا اي حاجة، فنوعها كويس. هنا كنت خلاص كده هرست الثوم، وهحط بقى الكزبرة. يعني بحب الكزبرة كتير في الملوخية بصراحة، بتديها طعم حلو قوي. ومعلقة سمنة، وبس كده، مش بحط اي حاجة تاني. مش بحط بصراحة اي توابل تاني، يعني بكتفي بقى ايه بالتوابل اللي هي في الشوربة. وهنا كان الرز بتاعي خلاص استوى. هعمل بقى الملوخية على طول. واللوبيا كان فاضل لها سنة كده برضو، يعني كان فاضل لها ايه تستوي سنة بسيطة. قلت عقبال ما اخلص الملوخية هتكون استوت. هصفي بقى الشوربة. يعني هشوف برضو كده يعني الملوخية، عشان ما بحبش الملوخية تبقى خفيفة، فهشوف لو احتاجت يعني شوربة تاني هزود. شايفين بقى الملوخية تبقى خضرة ازاي؟ بجد تبقى احلى من الكياس، وبيبقى فيها فايدة اكتر يعني من الكياس. الحاجة كل ما بتتجمد كل ما فايدتها بتروح. الملوخية بقى بالذات لازم تاكليها يعني في ساعتها تبقى خضرة كده. بس بنضطر ايه نجيبها في الاوقات اللي هي بتبقى ايه الملوخية فيها متبقاش حلوة، فبنضطر ان احنا نجيب الكياس. هنا حسيت ان الملوخية تقيلة سيكة يعني، فهنزل بيها بقى ايه يعني هزود حبة شوربة كمان. وحطيت لها برضو مكعب مرقة دجاج برضو كده. هسيبها بقى تاخد يا دوبك كده تغلي غلوة بسيطة، اروح شايلها من على النار. واعمل بقى الطشة يعني بتاعة الملوخية. وكل ده وبجد كنت هموت على كوباية قهوة كده يعني. كنت حاسة ان انا مصدعة، بس ما فضلتش خالص ان انا اشربها وانا بعمل الاكل، فقلت بقى ايه يعني اشربها بعد ما اتغدى وكده. بس وبكده تكون يعني اكلة النهاردة خلصت. بصوا زي ما انتوا شايفين ما خدتش وقت خالص. مش عشان فيديو بقى وكده ومسرعة، لا بجد يعني ما خدتش مني وقت خالص. عملتها على طول في وقت واحد، فما بتاخدش وقت. وهنظبط بقى الرخامة كده همسحها عشان ابقى خلصت، واغرب بقى ايه تبقى الرخامة نضيفة. وحمرت الفراخ في الزيت من فوق عادي. بصراحة كنا عايزين ناكلها محمرة، مش عايزة اعملها في الفرن. فبس شايفين بقى هو ده بعد ما غرفت كده، شايفين الملوخية خضرا ازاي. وبس واتغدينا بقى، وقلت اعمل كوباية القهوة. ويا رب بقى يكون روتين النهاردة عجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بنزلها. وان شاء الله اقابلكم تاني في فيديو جديد وروتين جديد. ويا رب تكونوا كده استمتعتوا بالفيديو، وتقوموا تتشجعوا وتخلصوا كل اللي وراكم. اسيبكم بقى مع كوباية القهوة دي.